يرضي ربنا يا عم احمد. يعني قماش هو جايبه لابويا، ولبس جايبه لعيالي، لبس جايبه لعيالي من سوق الجمعه، وشاري جديد، وترنجات لاخواتي. ده يرضي ربنا يشيل حاجه الغرفه كلها ويرميها بقلب الدرام؟ ده يرضي ربنا يا عم احمد؟ ده مش حرام؟ حاجات جايبه لعيالي من سوق الجمعه، والله العظيم ثلاثه فوق ال 500 دينار، فوق ال 500 دينار اغراض. بقالي 4 اشهر والله ما بحول حاجه لعيالي. ده يرضي ربنا؟ حسب الله ونعم الوكيل، والله العظيم ما الواحد ما يقول غير حسب الله ونعم الوكيل. قاعد عمال بلم في الحاجه من الصبح وايديا اتشرحت، عايز ادور الاقامه بس، وادور الرخصه، وادور و100 دينار فيها، وادي لحاف لامي ولبس عادي، لبس العيال هو الجديد. حرام والله العظيم ثلاثه، حرام. حسب الله ونعم الوكيل، ما اقولش غير حسب الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ عملت ايه انا عشان يبهدلني كده ويرميني الحاجه كده؟ والله العظيم حاجات كلها شاريها من سوق الجمعه، شاريها من سوق الجمعه، نزلها لعيالي. يعني ده مش حرام؟ والله ما يرضي ربنا، والله العظيم ثلاثة ما يرضي ربنا. حرام. عملت ايه يعني؟